السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الحلوين. النهاردة هنشتغل على الدرس لذيذ جدا، سهل جدا وبسيط وفي السريع بصراحة. يعني أنا شايفاه أسهل حاجة كده، تحس إن هو الجاتوهية بقى اللي أنت بتحلي بيها لو جاتلك مثلا في تمرين أو جاتلك في تدريب أو جاتلك في قطعة. بيبقى سؤال لذيذ واضح ومباشر وسهل نشتغل فيه على طول. ايه بقى الدرس بتاعنا ده؟ اسمه ظن واخواتها. اسمه ايه؟ ظن واخواتها. مالها ظن واخواتها؟ اولا يا شباب افكركم بحاجه قديمه شويه اسمها كان واخواتها. ان واخواتها كانت كان بنقول عليها افعال ناسخه، ان بنقول عليها حروف ناسخه، والاتنين كانوا بيشتغلوا على الجمله الاسميه، كانوا بيدخلوا على المبتدا والخبر. كان بترفع المبتدا وتنصب الخبر، ان كانت بتعمل العكس، تنصب المبتدا وترفع الخبر. ظن واخواتها هتشتغل على الجمله الاسميه وهتدخل على المبتدا والخبر، بس هي اللي هترفع ولا تنصب، هي هتنصب الاتنين، بمعنى انها مش هتمسك طرف ترفعه والطرف التاني تنصبه، الطرفين هيتم نصبهم. يبقى ظن واخواتها لما تيجي تشتغل في الجمله اللي عندي هتشتغل على الجمله الاسميه. ايه هي ظن واخواتها؟ ظن واخواتها نتكلم معانا. اولا ايه هي الافعال؟ ليها 3 اقسام. في افعال بتفيد الرجحان، في افعال بتفيد اليقين، وفي افعال بتفيد التحويل. ايه بقى هي افعال الرجحان؟ 1 ظن، 2 حسب، 3 زعم، 4 خال. اليقين علم ووجد راء. طبعا انت لازم تعرف تكون حاضرة في ذهنك التحويل زي جعل، تحفظ الأفعال دي. مالها؟ بتدخل على الجملة الاسمية. الجملة الاسمية عندها هاجي ادخل عليها الافعال بتاعتي اللي هي ظن واخواتها، مكونة من ايه؟ مبتدأ وخبر. تعالى بقى دخل لي فاعل من افعال ظن واخواتها، بتحول المبتدأ والخبر الى مفعول به اول والتاني مفعول به تاني. ازاي بقى الكلام ده؟ هي بتيجي بتاعي بيدخل معاه الفاعل، هي بتجيلك جاهزة كده، والجملة الاسمية بتكون أصلها مبتدأ وخبر، بتحولها المفعول به أول مفعول به تاني. الكلام ده مش هيوضح إلا بمثال. ناخد المثال: الامتحان سهل. تمام. البر أوكي بلاش دي. الامتحان سهل. الولد مهذب. الحق منتصر. دي كده 3 جمل اسمية يا شباب. مبتدأ مرفوع بالضمة، خبر مرفوع بالضمة. الولد مبتدأ مرفوع بالضمة، خبر مرفوع بالضمة. مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. لما اجي ادخل ظن واخواتها ايه اللي هيحصل عندي؟ اولا ممكن اجي اقول لك هنا ظننت. ايه بقى اللي حصل؟ ظن اهي وجابت معاها تاء الفاعل، ظن وجابت معاها تاء الفاعل. الامتحان مفعول به اول، سهل مفعول به تاني. بس انا ما ينفعش اسيب الامتحان وسهل سهل كده بالضمه، فباجي اقول ايه؟ الامتحان سهلا عشان اخليها منصوبه. تمام. طيب نفس النظام اجي اقول اهو وجدت الولد مهذب. وجد الفاعل جاي معاه تاء الفاعل، والولد مهذب ده المفروض المبتدأ والخبر، هي هتحوله ان ده مفعول به اول، مهذبا مفعول به تاني. نفس النظام هاجي اقول علمت
الحق منتصر، حق منتصرا، عشان احول من جملة اسمية لان الاتنين دول بدل ما كانوا مرفوعين بقوا منصوبين. يبقى اذا ظن اللي بتفيد الرجحان، يعني ايه رجحان؟ يعني شك. ظن، حسب. كلمة ظننت الامتحان سهلا، يعني انا ايه، انا شاكك مش متأكد. اما اليقين زي علم ووجد ورأى، لا هنا متأكد ومتيقن. التحويل زي مثلا لما اجي اقول جعلت البرتقال قال عصيرا، كأني بقى، أو الماء أو الثلج ماء، أو الثلج ماء، أو الماء ثلجا، على حسب تحويل المادة اللي عندي. أنت بتحول من شيء لشيء، فبستخدم أفعال التحويل اللي هي زي جعل. وفي أفعال تانية على فكرة زي الفعل صير واتخذ ورد، دي كلها أفعال أيضا تفيد التحويل. تمام. طيب هل احنا كلامنا كده خلص وانتهى؟ لا، قال لك ساعات يا سيدي لما خد بالك بقى حتة النصب في الأفعال اللي في الجمل اللي هتجيلك. النصب عندي بقى ساعات بالفتحة ساعات بالياء، بس التركة اللي هيجيلك ايه؟ إنه هيجيب لك جملة اسمية زي ما انا عملت التعديلات دلوقتي انها مرفوعه، اجي ادخل عليها ظن واخواتها، فانت بتحولها لي، فبتعمل التعديلات بتاعتك اللي انت بتحولها من حاله الرفع للنصب. تمام. وساعات يجيب لك الافعال جاهزه كده، ويبدا ان هو يطلب منك انك تحذف ظن واخواتها وترجع الجمله لاصلها. فلما اجي احذف ظن هحذف معاها الفاعل، ويتبقى عندي الجمله بس ما اسيبهاش منصوبه، ارجعها لاصلها واكتب الامتحان سهل كده بالشكل ده، سهل. الولد مهذب، الحق منتصر. تمام. يقول لك دخل عليها ضمه تخليها لي منصوبه، يقول لك احذف منها ضمه واخواتها ترجعها لاصلها. تمام. طيب ايه كمان؟ قال لك احنا عارفين ان الافعال بتاعه ضمه واخواتها ديت كده فهمنا بالنسبه، لان احنا شرحنا من فتره الفعل اللازم والمتعدي. هل ضمه واخواتها من ضمن الافعال اللازمه والمتعديه؟ اه يا مس، ظن واخواتها مش افعال لازمه، ده هي متعديه تعدت لمفعولين. لان هو برضو طريقه السؤال اللي هتجيلك يجي يقول لك استخرج فعل متعدي لمفعول واحد، وساعات يجي يقول لك استخرج فعل متعدي لمفعولين. لمفعول واحد هدور على فعل عادي جدا، فاعل مفعول، ضرب المعلم الولد. لكن ما دام قال لك مفعولين، هو مش بيقول لك ظن واخواتها مباشرة، هو بيلمح لك انا عايز الفعل اللي بينصب مفعولين، مش هيقولها لك مباشرة. هو بيدي لك سؤال ضمني مغزاه تفهمه انت بقى، تكون ذكي ان مفيش فعل عندي بينصب مفعولين غير مين؟ غير ظن واخواتها. خدوا بالكم في افعال عندي بتنصب 3 مفاعيل، بس ده مش موضوعنا. احنا بنشتغل على ظن واخواتها التي تنصب مفعولين. ومش هيجي يقول لك استخرج لي ظن واخواتها، هيجي يقول لك استخرج فعل يتعدى لمفعولين. ففي الحاله دي ببدا ادور على مين؟ على ظن واخواتها. طيب ظن واخواتها يا جماعه افعال، خصوصا افعال اليقين ده هي او افعال الرجحان، بتكون افعال قلبيه. يعني لو انا جبت الفعل راى وجبت الفعل وجد وجبت الفعل حسب، مالهم؟ قال لك ممكن الفعل حسب ينصب مفعول واحد وممكن ينصب مفعولين، وجد ينصب مفعول واحد وممكن ينصب مفعولين، رأى ينصب مفعول واحد وممكن ينصب مفعولين. نفهم الكلام ده. اجي اقول حاسب ممكن تجيلي بمعنى عدى، ان انا بحسب، يعني بحسب فلوس، بحسب حاجه، بعد حاجه. تمام. مش حسب اللي هي اليقينيه او القلبيه، زي ما اجي اقول لك حاسبت الامتحان سهل اللي هو انا بفكر، لا لا لا، انا عايزاها اللي هي حاجه ماديه. لو انا رحت قلت حاسب الرجل النقود، اهو حسب
الرجل النقود. ففي الحالة دي باجي أقول إن حسب فعل، الرجل فاعل، النقود مفعول به، وعادي جدًا ما عنديش بقى لا مفعول به أول ولا عندي مفعول به تاني، غير أمّا آجي أقول لك حسبت الامتحان سهل. يبقى ده الفرق ما بين إن هو ممكن ينصب مفعول واحد وممكن ينصب مفعولين. وجد بمعنى إن أنا لقيت، يعني بمعنى لقي، وجد الرجل مثلًا الحقيبة. ففي الحالة دي باجي أقول دي هي كده هتنصب مفعول واحد. آجي أقول رأيت القمر منيرًا، دي هنا الرؤية بصرية مش قلبية، فآجي أقول رأى فعل ماضي تاء تاء الفاعل، القمر مفعول به، منيرًا دي على فكرة حال وليست مفعول به تاني. ليه؟ لأن أنا هنا ما باتكلمش على الرؤية القلبية، دي مفروض أفعال بتكون قلبية، مش أفعال مادية أو بصرية أو حاجة قدامي، لا لا لأ، دي بتكون معنوية أكتر. فعشان تنصب مفعولين تكون معنوية، هتبدأ إنها تطلع من سياق إنها معنوية، إن أنا باشتغل على حاجة مادية زي رؤية القمر، زي عدّى حسب بمعنى عدّى، أو وجد بمعنى لقي، إن هو شاف حاجة قدّامه. ففي الحالة دي بتتحوّل من إنها أفعال بتنصب مفعولين لأفعال بتنصب مفعول به واحد. تمام؟ طبعًا أنا قُلت لك إنها متعدية، يعني وارد جدًا أن يتصل بها ضمائر النصب. هيتصل بها إيه يا ولاه؟ ضمائر النصب. لو هي اتصلت بيها ضمائر النصب اللي هي كاف الخطاب، هاء الغيبة، ياء المتكلم، نا المفعولين، لو اتصل بيها الضمائر دي إيه اللي يحصل؟ قال لك بنخلي، بصوا بقى، زي كلمة مثلًا ظننتك ذاهبًا، ظن فعل ماضي، التاء تاء الفاعل، الضمائر ده أهي هتكون في محل نصب مفعول به أول، ذاهبًا في محل نصب مفعول به تاني. يبقى هي وارد جدًا بما إن هي أفعال متعدية، يعني أكيد هيتصل بيها ضمائر النصب. لو اتصلت بيها ضمائر النصب هتكون عادي منصوبة، تمام، بس ده المفعول الأول، واللي بعدها هيكون المفعول الإيه؟ المفعول التاني. ده كده ظن وأخواتها، تريكاتها، شغلها، تمارينها، استخراجك في القطعة هتكون ازاي، برضو ده هنتمرن عليه اكتر من خلال التدريبات مع بعض. والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.